إلا أنه ما زالت العديد من التهميش والإبادات الجماعية بحق النساء مستمرة إلى تاريخه. هذه الإبادات تجعل من قوة النساء واحدة تهديها إلى طريق الاستمرار، طريق الكفاح المستمر، وهو ما شاهدناه في السنة الأخيرة، حيث تم عقد العديد من الندوات المشتركة بين جميع النساء المكافحات في العالم كالنساء الطليعيات بکسایت جنین کو برخدانی کرن، کسایت جنین کو هر تم القاضا بون، کسایت کو همبری دستهلاتداری همو دولت هگمونیک او جنین کو هیچ تباهی دنیای پشت آدار پیروز بکه، تیبت او شهید کو امیر وان بیرتینن او میراث تکوشینا جنای هر چهار پرچه کردستانی ل برخدانیا کرن کو جنین معاملة نسيجة كو قاربو جنين كتكار قاربو ديروكا جهان تواهي بقهرة إصرارا ومعرفة من أي وقت مضى، وسيعبرنا عن لون المرأة المناضلة والمقاومة والعاملة. وفي العالم الآن وصلت النساء إلى هذا المستوى لدرجة أنهن يفهمن حقيقة إيديولوجية التعصب الجنسي الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى في هذه الحياة وتوازنها الذي أوجد كل ما هو موجود، ليكمل كل نوع غيره من الحيوان والزرع والإنسان، ليتمم بعضها البعض، وبقيت كذلك إلى أن انقلب العصر الأمومي للسيطرة الأبوية. بعد الصراع بين الإله إنانا ورمز العدالة والخصوبة والحب والعطاء، والإله أنكي الذي عمل بالمكر والخديعة والقوة للسيطرة على مجتمع المرأة الطبيعي، التي بدورها ناضلت ودافعت إنانا بشراسة عن مجتمعها الأمومي. ومن ذلك الحين لم تهدأ المرأة في نضالها باسترداد مكانتها الطبيعية في المجتمع والعائلة البشرية. من التاريخ القديم المرأة هي التي ساهمت في اكتشاف الثورة الزراعية، المرأة هي من ساهمت في اكتشاف ثورة الثقافة، هي التي بدأت في إنشاء الروابط الأسرية، هي التي قامت في بداية تشكيل الأسرة وتقييم الروابط القوية بين أفراد الأسرة والمجتمع. حتى يومنا الراهن المرأة قد رأى عبد الله أوجلان القوة في المرأة، القدرة على المساواة، القدرة على إنشاء العدالة الاجتماعية، القدرة على تحقيق متطلبات المجتمع، وذلك لما يحتويه شخص المرأة من قوة، من إرادة، من صبر، من تصميم وأهداف. عندما نتحدث عن نضال المرأة عبر التاريخ نذكر الملكة زنوبيا وانتصارها على الإمبراطورية الرومانية واستطاعت السيطرة على معظم أجزاء سوريا. أيضا في ثورتنا نحن ثورة شمال وشرق سوريا التي سميت أيضا بحركة ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، تذكر الشهيدة ألين ملكان التي استطاعت باستشهادها أن تكون قدوة ومنارة لجميع النساء في شمال وشرق سوريا. ولكن الذي أود أن أنوه عليه هو نضال المرأة العربية، فنضال المرأة العربية في ثورة شمال وشرق سوريا أيضا كان لها دور. فنحن عندما نتحدث عن نضال المرأة نتحدث عن الشهيدة هند والشهيدة سعدة اللتين ضحتا بأنفسهما من أجل النساء ونساء المرأة، النساء بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص، لأن المرأة العربية أيضا عانت من الاضطهاد عبر القديم وإلى يومنا هذا. ولكن نأمل من هذه الثورة أن تكون يعني هي المنار والطريق يعني الطريق الذي تتمسك به من أجل حريتها. ساق المجتمع وراء السلطة، فهذا يمكن أن يحول كوكبنا والحياة عليها إلى مقبرة، فسيطرة الرجل على المرأة آل كوكبنا إلى وضع لا يطاق. لذلك يجب إنقاذ الحياة من ظاهرة السلطة، سلطة الرجل، وهناك دلائل لا يمكن إلا تذكير هذه الأشياء. يجعل الحياة مع المرأة القابعة تحت نير الوضع
الحالي صعبة جدا. أولاده پیدا بو و حتی در هر حرکات و به هر نرینا و فلسفات جی پیدا بو راستی لطیبتم مخازن گفتن که تنه بیجن نام اسلام ده یا یکمین ایمان خود به پیغمبرانی محمد جن بو خدیجه بو جنایی بو یا یکمین شهید کت سمیه بو جعمر بن یاسر بو قامزان بن جالي وابوري بيخنبر قوتي ما قام هذا الدين الا بمال خديجه وسيف علي. نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بيادي بتاريخ 5 آذار 2023 ندوة حوارية بعنوان النضال ضد الذهنية السلطوية، المرأة حياة حرية. يأتي انعقاد هذه الندوة ضمن إطار اليوم العالمي للمرأة وضمن سلسلة الفعاليات التي نقوم بها. عقدت الندوة في صالة زانا بمدينة قامشلو بمشاركة الشخصيات المستقلة، أحزاب سياسية، منظمات المجتمع المدني، منظمات نسائية، المكونات الموجودة، العشائر العربية، حقوقيين وحقوقيات وشخصيات دينية. تناول الندوة محوران: المحور الأول بعنوان نضال المرأة، أما المحور الثاني تحت عنوان الذهنية السلطوية. عقدنا هذه الندوة في مرحلة تاريخية وبروح ومقاومة المرأة. نستقبل 8 آذار ونتوجه بالتحية لجميع نساء العالم عامة ونساء شمال شرق سوريا خاصة، فجميعنا نعلم بأن تاريخ المرأة مليء بتضحيات النساء اللواتي كان لنضالهن الفضل في ارتقاء ثورتنا إلى هذا المستوى، وبالنضال المستمر وبالتكاتف سويا سنكون قادرين على تحقيق مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. التوصيات: أولا، توحيد الجهود من أجل ترسيخ مبدأ حرية المجتمع والنضال ضد الانحرافات التاريخية التي جعلت ذهنية السلطوية في مفاصل المجتمع، أي تحولت عادات وتقاليد مجتمعية إلى عادات وتقاليد بالية. 2. انحراف الدين من مساره الحقيقي وضرورة نشر دور الدين ومعتقداته في تقوية مكانة المرأة. 3. نضال المرأة ضد الذهنية الدولتية الفاشية التي عانتها لسنين من الظلم والاضطهاد. 4. لتمثيل ثورة المرأة يجب أن نكون داعمين لحقيقة المرأة ضمن المجتمع، لأن حرية المرأة هي حرية المجتمع. 5. يتوجب الحفاظ على قيم أخلاقية للمجتمع، وعندما نقول القيم الأخلاقية فعندها يكون الحفاظ على تاريخ لحقيقة الإنسانية لشخص المرأة. 6. تقوم الأنظمة الحاكمة والرأسمالية باستهداف المرأة بشكل متكرر لكسر إرادتها الحرة والبقاء على السلطة الذكورية. 7. ضرورة نشر الوعي بين المجتمع بهدف معرفة الرجل لماهية حقيقة المرأة، لأن الرأسمالية جعلت من المرأة سلعة تباع وتشترى، فلا فرق بين تقربات داعش للمرأة ونظام الرأسمالية. جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.